بتحس ان يومك مشغول ومش عارف تخلص اللي وراك، قاعد بتكتب تاسكات وما بتخلص، وكل يوم بالليل بتحس انك محبط كده وما انجزتش حاجه؟ لو بتحس كل الحاجات دي يبقى الفيديو ده ليك. في الفيديو ده هقول لك ملخص تجربتي وبحثي في الكتب وفي الفيديوهات اللي بتعلمنا ازاي نتحكم في وقتنا ونستفيد منه، وان شاء الله في اخر الفيديو هتكون عارف ازاي تدير وقتك كويس قوي، وازاي تحقق اللي نفسك فيه، واهم حاجه ازاي تكون مبسوط وانت بتشتغل. كل ده هنعمله بشويه نصايح وتمارين بسيطه قوي. بس قبل ما ابدا انا حابب اعترف لكم بحاجه، عشان بصراحه في ناس كتير تعرفني وهتشوف الفيديو ده. انا طول عمري عندي مشاكل في اداره الوقت، فانا وانت في مركب واحده وهنشارك مع بعض الرحله. لو جاهزين يلا بينا نبدا. دايما كان في اعتقادي ان عشان تدير وقتك صح ده معناه انك تنجز كل حاجه بسرعه، او بمعنى تاني ان انا اخلص اكبر كميه تاسكات في اقل وقت ممكن، واقلل وقت الراحه على قد ما اقدر، كده ابقى انا efficient جدا في الوقت بتاعي. بس بعد شويه بحث كده حلوين على الانترنت وفي الكتب عرفت الفكره دي اي كلام، وقدرت اطلع ب10 نصايح مهمه قوي هطبقهم على نفسي وجاي اقولهم لك النهارده عشان انت كمان تحاول تطبقهم. القاعده الاولى ببساطه هي ان وقتك ملكك. ببساطه قوي علشان تعرف تتحكم في الوقت لازم الوقت يكون تحت سيطرتك، لازم تكون بتنظم يومك بشكل واعي وتعرف انت بتضيع وقتك في ايه بالظبط. وهنا طبعا مش قصدي يعني انك تقضي يومك كله شغل وجد ومفيش اي حاجه فيه، لا، انا قصدي انك انت لو هتقضي 3 ساعات من يومك قاعد بتتفرج على مسلسل فاتك او بتتابع اي حاجه او بتلعب لعبه، بس اهم حاجه واخد القرار انك تقضي وقتك في الحاجه دي، ده كده يبقى انت بتقضي وقتك بشكل واعي. وعلى قد ما دي تبدو حاجه بسيطه قوي وهي عباره عن تغيير لوجهه نظرك في الوقت، بس الفرق بتاعها صدقني كبير جدا، لان ببساطه لو عايز تتحكم في حاجه لازم تملكها الاول. النصيحه الثانيه او النقطه الثانيه هي حدث اليوم، او the highlight of the day بالانجليزي. يعني في كتاب لذيذ اسمه ميك تايم. الكتاب ده بيركز على فكره بسيطه قوي، باختصار انك لازم تصمم يومك بنفسك، وده هتعمله يا اما اول اليوم خالص يا اما كمان اليوم اللي قبله. الفكره من الاخر انك بتختار حدث رئيسي لليوم ده، بمعنى ان دي الحاجه الوحيده اللي مش عايز اليوم يعدي من غير ما تكون خلصتها. الهدف من الموضوع ده ان يبقى فيه هدف واضح ليومك، وده هيخلي مخك ومشاعرك وطاقتك كلها عارفه ايه المطلوب منها، ولما بتحقق الهدف ده بتحس بشعور لذيذ قوي من الانجاز. في ناس تانية الله اكبر عليهم بيقول لك ان انت معاك لحد 3 اهداف في اليوم، بس انا رايي انك تبتدي بهدف واحد وتخلي الموضوع عاده، ممكن بعد كده تزود اكتر، بس انا شايف انه اخرك 3 اهداف، علشان لو زاد عن كده الموضوع هيلخبطك واحنا مش ناقصين لخبطه. كمثال النهارده كان الحدث الرئيسي بالنسبه لي ان انا اسجل الفيديو ده، وهتبسط قوي اول ما اخلصه واحس ان انا عملت اللي عليا النهارده. تالت نقطه هي انك لازم تطلع اللي جواك. في كتاب بقى اسمه Getting Things Done، معلش استحملوني انا دخلت مكتبه كده وبقلب فيها. الفكره الاساسيه بقى في الكتاب ده ان عقلك مش مكان لتخزين المعلومات، شوف يا اخي والله العلم نور، وان عقلك مكان للمعالجه والتفكير. طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني بدل ما تبقى طول الوقت شايل هم الحاجات اللي وراك وحاططها وحابسها جوه دماغك، لازم تفضي دماغك من الافكار والتاسكات اول باول. اكتبها على ورقه، اكتبها في النوتس، اكتبها على ابلكيشن، اي حاجه، مهم خرجها من دماغك. والطريقه دي مش بس هتخليك تنجز شغلك بسرعه، هي هتساعدك قوي انك تقلل التوتر والقلق اللي جوه دماغك، وهيخلي فيه مساحه لافكار جديده، يعني يفضي رمات مخك. النقطه الرابعه، وانا عارف ان في ناس كتير مش هتحبها، انك لازم تحدد لنفسك ديدلاين. في نظريه بتقول ان التاسك هتاخد على قد الوقت اللي انت هتديه لها. يعني لو مثلا قلت اخلص الشغلانه دي في 3 ايام هتاخد فعلا 3 ايام، ولو قلت اخلصها في يوم غالبا هتعرف تخلصها في يوم. وده بياكد على اهميه انك تحدد لكل حاجه ديدلاين وتلتزم بيه. انا عارفك، اصلك لو ما التزمتش بيه يبقى ايه الفكره يعني؟ عشان اي تاسك من غير ديدلاين او ميعاد نهايه هتفضل متعلقه وهتقرفك في عيشتك، وفي حاجات كتير هتقعد تبوب اب وتاخد مكانها، وهيبقى الموضوع موتر وانت مش عامل حسابك عليه. ولو انت شخص زي كده بيحب يفجول الحاجات، جرب تحط الحاجات دي قدامك على الكالندر عشان تبقى شايفها وعارف هتبتدي امتى وتخلص امتى. لو حاسس ان الديدلاين اللي انت حطيته بعيد وكبير، غالبا انت محتاج تكسر التاسكايه دي حتت اصغر شويه، وتعمل لكل حته صغيره ديدلاين برضه. يعني مثلا النهارده هكتب السكريبت، بكره هحضر الماتيريال، بعده هصور الفيديو، بعده همنتج الفيديو، وهكذا وهكذا وهكذا. النقطه الخامسه بعنوان الفوكس تايم، انك لازم تتعامل مع وقتك ده خط احمر كده، خطش كده. بص بقى، لو بتحس انك دايما تايه في زحمه الشغل وعلى طول مفيش دقيقه بتعدي عليك من غير ما حد يكلمك او يبعت لك ايميل نوتيفيكيشن على سلاك، يبقى باشا حلك في الفوكس تايم. طب ايه ده بقى يا ريس؟ ده معناه انك تحدد وقت في يومك او في اسبوعك
يكون بتاعك انت وبس. الوقت ده بقى ولا حد يبعت لك ولا حد يكلمك، اختفي، ما انت مش موجود. فاول حاجه روح دلوقتي افتح الكالندر بتاعتك، حدد الساعات اللي انت عايز تاخدها فوكس تايم في الاسبوع، ولا تحط لي فيهم بقى اجتماعات ولا مواعيد ولا مكالمات ولا عمي سافر ولا خالتي بتولد ولا اي حاجه. طب هتعمل ايه بقى في الوقت ده عشان تستغله صح؟ بص انا مش هقول لك تعمل ايه، انا هسيبك لضميرك وانت تعمل الصح. اصل مش هقول لك اقرا كتاب ولا روح اشتغل على بروجكت انت متحمس عليه، انا عايزك تبقى في الوقت ده فاضي من التشتيتات الخارجيه، مركز كده وعارف انت بتعمل ايه ومزاجك هادي. النقطه السادسه، حراميه الوقت. ازاي تحمي وقتك من السرقه؟ طبعا زي ما في حراميه قلوب في حراميه وقت، واولهم هذا الجهاز اللعين اللي هو خلاص بقى اخر حاجه ممكن تعملها فيه انك تتصل بحد. تحسه انه بقى مافيا، مجموعه اشعارات وتطبيقات هدفها ان هي تسرق وقتك وانتباهك. مش محتاج اقول لك انك لو سبت نفسك للموبايل والفيديوهات هتلاقي نفسك مخطوف ومش لاقي حد يشدك. انت اكيد سمعت في حتت كتير قوي ان فيسبوك وانستجرام تيك توك كلها ابلكيشن ديزايند علشان خاطر تسرق الانتباه بتاعك. هم معمولين عشان كده، فاحنا محتاجين نكون صيع ونشغل دماغنا عليهم. حدد وقت في يومك تستخدم فيه الابلكيشنز دي، وتبقى عارف ان اكتر من كده انت وقتك بيتسرق منك. بس برضو الموبايلات فيها ميزه لطيفه قوي، انك ممكن وانت شغال تفعل مود الشغل وتبتدي تبعد كل التطبيقات والتنبيهات اللي بتجيلك من ابلكيشنز انت مش عايزها. هتخليك شويه مركز ومحافظ على وقتك اكتر، ان وقتك ده زي فلوسك بالظبط، زي ما بتامن كده على المحفظه لازم تامن على وقتك. وهعلي على نفسي واقول لك ان كمان الوقت اغلى من الفلوس. على الاقل الفلوس تروح وتيجي بس الوقت يروح ما بيجيش. نقطة رقم 7 هي البومودورو. بومودورو يعني طماطم بالايطالي. بس هو ايه علاقة الطماطم باللي احنا بنتكلم فيه؟ انا اقول لك. القصة ابتدت بان واحد ايطالي كان بيستخدم تايمر على شكل طماطمايه في المطبخ، ومن هنا طلع الكونسبت بتاع البومودورو. وفكرتها ببساطة انك انت بتقسم الوقت بتاعك فترات، فترة تشتغل فيهم وفترة تريح فيهم، فترة تشتغل فيهم وفترة تريح فيهم. ودي بتنفع جدا في المذاكرة على فكرة. في ابلكيشنز على الموبايل ممكن تساعدك على الموضوع ده. في كمان انا منزل اكستنشن على الكروم بيساعدني ان انا اظبط التايمر ده عشان ما اسقطش. هحط لك الصوره بتاعتهم هنا وهسيب لك اساميهم في الديسكربشن، ممكن تنزله وتجربه وتقول لي ايه الكلام. معظم الابلكيشنز بتقسم الفترات دي لتقريبا 25 دقيقه شغل 5 دقائق راحه، و25 دقيقه شغل بعدين 5 دقائق راحه، وبعد 4 فترات شغل تاخد بريك اطول شويه، ممكن يبقى 10 دقايق او ربع ساعه. في البريك ده هتعمل حاجه بعيد عن الشغل، هتقوم تعمل كوبايه قهوه، تكلم مامتك تسال عليها، تقوم تصلي الفرض اللي وراك. شويه الحاجات دي بتفصلك عن الشغل وبتخليك لما بترجع تشتغل تاني ترجع بطاقه احلى بكتير. في النقطه دي انا جاي انصحك ازاي تقول لا. عارفين كده لما تروح لطفل تقول له حبيبي مش عارف اعمل لي ايه فيقول لك لا؟ انا الموضوع ده بيعجبني قوي. للاسف المجتمع بتاعنا بيعلمنا واحده واحده ان احنا نوافق على اي حاجه وخلاص، وبنتكسف نقول لا للناس. والحقيقه ان ده ليه تاثير كبير قوي على وقتك. هقول لك ازاي. انا وانت وكتير مننا بيوافق على حاجات مش محتاجها في الحقيقه، بيعملها من باب ان هو مكسوف او محرج مش عايز يقول لا. ومره مع مره خليك قاعد يا عم انت وراك ايه، اقعد بس اعمل لي الحاجه دي والنبي وخلصها لي بسرعه. بتلاقي نفسك الوقت بيضيع منك ومش عارف تركز في الحاجات اللي مهمه وفارقه معاك قوي. ومن الاخر عشان تتجنب ان ده يحصل لازم تتعلم تقول لا للتاسكات والحاجات اللي مش ضروريه بالنسبه لك. وما تخافش، مش المفروض انك تحس انك هتترفض او في خطر عليك او حاسس باي تهديد. لو انت حاسس كمان بالتهديد ده يبقى غالبا انت في حته انفايرمنت مش لذيذه يعني. وانا هنا ما اقصدش ان انت تبقى قليل الذوق، انت محتاج تقول لا بشياكه برضه. يعني مثلا لو حد طلب منك انك تحضر اجتماع انت شايف ان هو مش هيضيف لك اي حاجه وهياخد من وقتك بس، فممكن ترد بشياكه وتقول والله شكرا على دعوتي بس انا للاسف مش هقدر احضر الاجتماع ده. لو حد بعت لك على شغل مش من اختصاصك ممكن برضه ترد بمنتهى الادب وتقول له شكرا ان انت باعت لي الشغلانه دي بس ده بره اختصاصي، انا ممكن ارشح لك حد يكون احسن مني في الشغلانه دي. فلما بتقول لا للحاجات اللي مش مهمه بتفضي وقت للحاجات اللي مهمه فعلا، وهيساعدك تركز على اهدافك وتنجز كده وتتلحلح. النصيحه رقم 9 هي ما يسمى بوقت الطوارئ. شوف يا صاحبي، انت مهما خططت ونظمت لا يعلم الغيب الا الله مش هنكفر، وهتلاقي حاجات تطلع لك كده زي المفاجاه وتبوظ لك كل اللي انت بنيته. فانت لازم تبقى صايع وتعمل حساب للحاجات دي في جدولك. سيب سنه وقت فاضيه كده في اليوم، ما تقعدش تكربس الحاجات فوق بعضها عشان الظروف والحاجات الغير متوقعه. ده يخليك هادي ومطمن ومش متوتر كده من اي حاجه انت مش عامل حسابك عليها تحصل. فعادي هتتعامل معاها بهدوء ومن غير ما تبوظ بقيه اليوم، عشان زي ما قلت لك الواقع دايما بيجيب حاجات مش متوقعينها. فخليك مرن وفليكسبل في انك انت تقدر تستقبل الحاجات الجديده دي من غير ما تبوظ يومك. النقطه العاشره،
نكافئ نفسنا عشان نحقق التوازن بين الحياه والشغل. الورك لايف بالانس يا زميلي، انت ايه ما سمعتش عنه؟ هي الصراحه حاجه نادره يعني، زي الخل الوفي والعنقاء بس ما اخبيش عليك بجد، دي حاجه مهمه قوي قوي وهتحافظ على صحتك النفسيه. واخيرا ما تنساش ان انت بني ادم مش روبوت. لازم تاكل كويس، لازم تنام كويس، وتعمل اي نشاط رياضي عشان تعرف تبقى مبسوط في حياتك. ولو حاسس انك مضغوط تعبان لازم تاخد اجازه، ما تتكسفش، اطلبها، والله ما حد يقول لك الكلام ده في حته تانيه. خلي بالك من نفسك يا صاحبي. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه. والسلام.